المغرب وفرنسا تحليل ما قبل المباراة. اتكلمنا امبارح عن نقاط الضعف، والصبح النهاردة عن نقاط القوة عند فرنسا. الفيديو الثالث هيكون عن أهم لاعب من وجهة نظر الشخصية، وهو أنطوان جريزمان. نعم، هو أهم لاعب على المستوى التكتيكي وتنظيم زمايله ودعمهم الهجومي، وكمان من غير الكرة في الخط الأمامي هو أكتر واحد بيضغط وبيرتد دفاعيا، وله تدخلات ناجحة وقوية. ولذلك فالحديث هنا بقى مش على اوليفيه جيرو اللي باهدافه الرئيسيه حاسمه جدا. عارف انك ممكن تقول كيليان مبابي اهم لاعب، هم مش هنختلف انه كيليان مبابي لاعب خطر جدا جدا فرديا، ولكن انت بتتكلم عن لاعب بيحرك المنظومه، لاعب مهم جدا لتكتيك ديشامب، وهو انطوان جريزمان. هنشوف مع بعض في الفيديو ده بيعمل ايه وازاي بيصنع الخطوره. ولكن قبل اي شيء ما تنساش تدعمني باللايك، ولو اول مره تشوفني على يوتيوب تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد، وتكتب في التعليقات ديما مغرب ديما تكتيكانو. تعال معايا نبدأ بأول شيء، وهو من غير الكرة جريزمان بيعمل ايه. زي ما انت شايف كده عثمان ديمبلي وجيرو بيتمشوا في الملعب، ومنتخب بولندا عايز يعمل هجمة مرتدة بعد ما فرنسا خسرت الكرة في ملعبهم. ايه اللي هيحصل هنا؟ جريزمان قرأ التمريرة، قطعها، ثم عمل ايه؟ تمريرة على طول لكيليان مبابي اللي راح وسدد، ولكن خبطت في المدافعين. مرة تانية هنا الكرة مع منتخب فرنسا، كيليان مبابي خسر الكرة في الوضعية الهجوميه. بعدها عمل ايه جريزمان؟ ضغط عكسي واسترجع الكره، ثم تمريره بينيه لكيليان مبابي. بيقول له ايه؟ انت ضيعت الفرصه، لا انا هجيب لك الكره، بل وايه، وروح يلا على المرمى. ولكن هنا مبابي ما حسمش الفرصه بالشكل المثالي. هنا لعبه اخرى، الكره في وسط الملعب مرتده، كره طوليه. هنا دفاع الدنمارك بيطلعوا الكره. شايف هنا جريزمان قرأ مسار التمريره، تحرك، ضغط هنا على حامل الكره، ثم ضغط تاني، قطع الكره، لعبها لرابيو، ثم ايه، رابيو لمبابي، والتحول السريع ثم تسديده. مين اللي بدأ الهجمه من الاساس؟ قطع جريزمان للكره. تاني شيء، لما منتخب فرنسا يقطع الكره في منطقته الدفاعيه ويتحول هجوميا، مين اللي بيقود التحول؟ الرقم واحد جريزمان. هنا عينك على جريزمان، الكره مع رابيو، جريزمان بيبص على مين؟ بيبص على تحرك امبابي. امبابي طبعا ايه، قطع خلف اللاعب، وهنا رابيو هيريح يلعب لجريزمان. جريزمان قبل الكره ما تطلع من رابيو بيعمل ايه؟ بيبص على الناحيه الثانيه عند عثمان ديمبلي، وجد ان ديمبلي هناك متراقب واحد ضد واحد، في حين كيليان مبابي هرب. فهنا اخذ القرار السليم بعد ما جمع المعلومات بشكل رائع جدا لقراءته للعبه. هنا اختار اللعب لمبابي، ثم ايه، التحول السريع. هنا لعبه تانية، الخصم بيضغط ضغط عكسي منتخب بولندا علشان طبعا خسرانين 1-0. تشاوميني هنا ايه، رايح يلعب الكره. مين اللي بيظهر له كخيار للتمرير بين لاعبي منتخب بولندا؟ جريزمان هنا عمل ايه؟ استلم الكره وعمل الدوران علشان كوندي جاي له اهو، عمل الدوران وهيطلع كوندي، هيلعب الكره لكوندي. جريزمان هيقف، لا، راح اتحرك اهو. ليه؟ علشان يكون اللاعب الثالث، لان كوندي هنا اللاعب رقم واحد، في حين ديمبلي اللاعب رقم اثنين، واللاعب الثالث هنا جريزمان اللي رايح يجري في المساحه وهي الكره مع ديمبلي، وراح هنا في المساحه وديمبلي لعب له الكره. هنا جريزمان راح وهيلعب الكره العرضيه، ولكن المدافع غطى بالشكل المثالي. مع الاستحواذ على الكره، تمركز جريزمان بيكون فين؟ هقول لك. منتخب فرنسا بيكون مستحوذ 2-3-5، وده غالبا لان هيكون نفس الوضع ضد منتخب المغرب، لان بيدافعوا زي استراليا 4-1 مع الفرق طبعا في التنظيم والترحيل والكلام ده. لكن هنا جريزمان لما يفتح على الخط هتلاقي عثمان ديمبلي هو ايه، في انصاف المساحات داخل هنا بيقرب من جيرو. طيب لما يكون عثمان ديمبلي هو اللي فاتح على اقصى اليمين، هتلاقي جريزمان هو اللي في انصاف المساحات، او يدخل كمهاجم تاني في العمق بجانب اوليفيه جيرو. هنا الشكل الثالث لتمركزه، وهو بيبقى موجود مع رابيو في نفس الخط لما يكونوا متمركزين بكام؟ ب2-3-2-3. تلاقي الاثنين اللي موجودين في الخط الثالث الهجومي رابيو وجريزمان. ليه؟ علشان يدعموا في مهاجمه المساحات خلف جيرو، ويدعموا الاطراف، وكمان يضغطوا ضغط عالي وضغط عكسي. فهنا الحقيقه هنشوف ازاي جريزمان له ادوار كبيره جدا في الاستحواذ كمان. يعني هنا الراجل الكره في الجهه اليمنى عند عثمان ديمبلي وبافارد وتشاوميني ورابيو، فبتلاقي جريزمان هنا رايح يعمل حاجه اسمها حمل زائد علشان يصنع التفوق العدد لزمايله
ويضمن لهم اكبر وقت من الاستحواذ على الكره. هنا بقى بنشوف دوره في صناعه اللعب والتحرك. جريزمان هنا وهو موجود مع رابيو، جريزمان هو اللي هيبدا الهجمات مع تشاوميني، يبقى رابيو هيروح ايه يهاجم المساحه. شايفين رابيو راح يهاجم المساحه مع مبابي وجيرو وثيو هرنانديز علشان يصنعوا تفوق العدد على الجهه اليسرى. الكره راحت لجريزمان ومن لمسه واحده على طول طلع هرنانديز في المساحه الخاليه. هنا برضو دوره في الاستحواذ ضد بولندا وبدايه الهدف الثالث. جريزمان بيشارك ايه في عمق الملعب، في استحواذ على الكره، في صنع التفوق العددي. استلم الكره من اوباميكانو، تحرك ثم لعب لكيليان مبابي. طبعا الهجمه انتهت بهدف لمبابي رائع جدا. هنا فرصه صناعه اللعب. شايفين اهو جريزمان رايح يلعب ايه كره في المساحه عند جيرو، ولكن بقى ايه الحارس طبعا تشيزني خرج قبل جيرو. هنا لعبه اخرى وبقى بتوضح لك دور جريزمان في تفريغ المساحات لزمايله. يعني مش بس بيصنع الفرص وبيقدم دعم، لا كمان بيفرغ المساحه. هنا بياخد معاه الظهير وبيعمل حمل زائد في الجهه اليسرى ثم يوفر مساحه انطلاق لمين لكيليان مبابي. فتشاوميني هنا يلعب لمبابي في المساحه. لعبه اخرى على الجهه اليمنى، جريزمان بيتحرك فياخد معاه انظار الظهير الايسر ثم كوندي يلعب كره مباشره عند كومان. شايفين فبالتالي مهم جدا. شايفين كمان جريزمان جاي يدعم ايه يدعم كومان ويلعب الكره العرضيه. وهنا بيسجل امبابي عرضياته سم. هنا برضو كره عرضيه وسجلها جيرو. فلازم ناخد بالنا جدا جدا من جريزمان وتحركاته. ديمبلي في الجهه اليمنى قلت لك لما بيكون في انصاف المساحات او داخل كمهاجم تاني مع جيرو ايه اللي بيحصل اهو. هو هنا مع جيرو بياخد انظار اللعيبه، فجريزمان هو الجناح وهو اللي بيهاجم المساحه. راح هاجم المساحه ولعب لكيليان مبابي لكن ضيع الفرصه. هنا برضو بقى جريزمان في مهاجمه المساحات في الصندوق. ثيو هرنانديز بيلعب له عرضيه، جريزمان سدد ولكن طلعها المدافع بشكل رائع جدا. مره اخرى تشاوميني بيلعب كره مباشره، جريزمان هو ايه اللي داخل كمهاجم ليه علشان ديمبلي اللي على الخط. فهنا جريزمان راح استلم الكره بشكل رائع قبل المدافع ولكن انهاء الهجمه ما كانش بالشكل المثالي. زي ما شفت كده بالظبط جريزمان بيعمل كل شيء في الملعب، بيشارك في بناء اللعب، في صناعه اللعب، في تدوير الكره، في الضغط العالي، الضغط العكسي، واسترجاع الكرات، وقراءه اللعب من غير الكره، وطبعا صنع الفرص ومهاجمه المساحات. فاتمنى يا رب كده المنتخب المغربي يكون بشكل منظم جدا جدا كعادته في البطوله. ان شاء الله تكون اللعيبه وبالتحديد لاعبي الوسط عز الدين وناحيه ملاح مرابط يكونوا يقظين جدا، وباقي اللعيبه كلهم يكونوا صحيين جدا جدا، مش بس مع جريزمان، مع مبابي، مع جيرو، مع رابيو، مع عثمان ديمبلي. وان شاء الله نتقابل في تحليل نصف النهائي ما بين المغرب وفرنسا. كان معاكم احمد سيد من قناتكم تكتيكانو. اوعى تنسوا اللايك مهم جدا، وتكتب في التعليقات ديما مغرب ديما تكتيكانو. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان اول ما يوصل لك اي فيديو على القناه على طول تدخل هجوم عليه وتشوف الفيديو للنهايه. كان معاكم احمد سيد من قناتكم تكتيكانو. ديما مغرب ديما تكتيكانو.